أول ما بتنتهي العلاقة ما بين أي اتنين، البنت تبتدي تفكر هو ازاي قدر ينهيها، ازاي قدر يمشي. تبتدي تحزن والقهر ياكل فيها من جواها، والقهر يزيد أكتر وأكتر لما يعدي يوم ورا التاني ورا التالت ورا الرابع ويجر وقت طويل وهو ما يرجعلهاش، وهي من قرارة نفسها مستنية الوقت اللي هيرجع يقول لها أنا مش قادر أبعد عنك، مش قادر الوقت ده كله يمر وأنا مش بكلمك، مش قادر يعدي وقت وإنتي مش موجودة فيه. وطبعا هي عشان خاطر بتدي لنفسها العشم القوي ده ويعدي الوقت ما بيرجعش، تبتدي تاكل في نفسها من جوه، الحزن ياكلها والقهر ياكلها وكسرة الخاطر تبقى من نصيبها. وإلا كسرة الخاطر دي بتبقى كبيرة قوي عند ربنا. تبتدي تقول هو ما بيفتكرنيش، طب هو ما بيفتكرش احنا كنا بنعمل ايه سوا، طب هو ما بيفتكرش الذكريات، طب هو ما بيفتكرش الحاجات الحلوة، طب هو ما بيفتكرش هو ما بيفتكرش هو ما بيفتكرش. تبتدي تدي لنفسها مليون سؤال وسؤال. مرحلة ان الجزء التاني خلاص قرر ان الموضوع انتهى وعايش حياته، ويا سلام بقى لو دخل حد حياته كمان. تبتدي تقول للدرجة دي سهل، للدرجة دي أنا مش موجودة في حياته، للدرجة دي أنا مش مقصرة، وألف سؤال وسؤال. تكون هي في بداية المرحلة دي بتموت من القهر وهو عايش حياته ومش حاسس بأي حاجة، بالعكس هو مبسوط إن هو أخد القرار ده وشايف إن ده القرار السليم. ننتقل لتاني مرحلة، تبتدي هي تتعود إن هو مش موجود، تصحى ما تلاقيهوش، تنزل ما يبقاش في اتصالات، يحصل أي حاجة معاها ما تفكرش، وهي الوحيدة اللي بتاخد قرارها بنفسها، فتتعود. الطرف التاني عايش حياته، يبتدي يعيش حياته، يحس إن في حاجة غلط، ويحس إن هو مش موجود، ويحس إن في حاجة ناقصاه، ويحس إن مش دي الحياة اللي أنا كنت عايش فيها وبحبها. نيجي نروح لها تاني بعد ما اتعودت على عدم وجوده، بقى مش موجود أصلا، وبقى مش فارق معاها. بعد ما كانت بتتمنى إنه يبعت لها رسالة أو كلمة واحدة، بقى الموضوع بالنسبة لها عادي، بتخرج وبتطلع وبتنزل وبتقعد ومستعدة تدخل أي حد حياتها تاني ومستعدة تعيش حياتها تاني من غير ما تتأثر بيه. نيجي نروح للأستاذ، دخل في مرحلة اكتئاب، بيدور عليها مش لاقيها، بيحاول يرجع لها وهي مش موجودة، بيحاول يوصل ليها وهي خلاص قفلت بابها، بس قفلت بابها صح، ما قفلتهوش غلط. تعالوا اقول لكم بقى المراحل اللي بتبقى عند الستات او البنات واللي بتبقى عند الشباب والرجاله. عند البنات بدايه المرحله من الفراق بتبقى وجع وقهر وكسره وحسره وكسره خاطر، والوجع بياكل فيهم. نيجي نروح عند الشباب، اول ما بيخلصوا العلاقه بيبقوا مبسوطين وعاديين ومش فارق معاهم وحاسين ان حمل واتشال من على كتافهم حتى لو كانوا بيحبوهم. المرحلة التانية عند البنات تبتدي تصحى من نومها مش موجود، وتفضل تسأل أسئلة كتير، ازاي قادر يعيش من غيري، وازاي هو مش موجود، وازاي هو عارف يعمل كل حاجة من غيري. وتفضل تسأل وتسأل وتسأل، وده يجي لها عشان يدخل حياتها ترفض، وده يجي لها ترفض، وده يروح. التاني بقى الطرف التاني يروح ويعيش حياته، وممكن يدخل واحدة واثنين وثلاثة واربعة ويحس ان هو كده فن ومبسوط. نيجي على المرحلة الثالثة للبنت،
اللي هي فيها خلاص ضاقت الوجع وضاقت الكسرة وضاقت الحزن، فما بقالهاش غير ايه؟ التعود. اتعودت على عدم وجود. ندخل على الأستاذ، بدأ يحس إن في حاجة ناقصاه، وإن اللي هو عايشه ده مش هو ده اللي كان بيحبه، ومش هو ده اللي كان عايشه، ومش هو ده اللي كان عايزه. فيبتدي يحس بالنقص وإن في حاجة ناقصاه في حياته. يقعد يفكر، يكتشف إن اللي كان ناقصه اللي هو سابه بإيده وبإرادته ومحسش بيه. المرحلة الأخيرة للبنت تبتدي تعيش حياتها، ومش فارق معاها يرجع ولا ما يرجعش، ومش فارق معاها يدخل حياتها تاني ولا ما يدخلش، ولو رجع هتقوله باي باي. يجي الأستاذ في آخر مراحله يدخل في المرحلة الأولى اللي هي كانت فيها، الحزن والقهرة والزعل والندم ياكل قلبه إنه ضيع واحدة زي دي. اعرفوا قدر نفسكم وما تحزنوش الحزن اللي يوجعكم، ولو على الحزن عندنا بدايته فنهايته جميلة. البداية عندنا الحزن ونهاية جبر، وعندكم فرحة وسعادة وآخرها كسر.